السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا لاباس وتكونوا بصحة جيدة وعافية، امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. هاد النهار غادي نحضر معكم الكوتي ديال المساء باقل اثمنه. سيداتي يمكنلكي تحضري الكوتي بسيط بزاف وسهل في التحضير، ما بين البريوش والمسمن والبريوات والبستيلات وايضا الميني كيكات. بس يعني هذا الكوتي بسيط بزاف، ما غاديش يكلفك بزاف. نتمنى تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير، واخا الفيديو شويه كبير لكن غادي تستافدوا منه، وخاصه المبتدئات. وما تنساونيش باشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. بسم الله على بركة الله. أول مرحلة غادي نبدا بها هي غادي نعجن معكم المسمن. غادي نحتاج هنا زلافة ديال السميد الناعم، وايضا جوج زلايف ديال الدقيق الابيض، يعني جوج الفناجيل ديال الدقيق الابيض، وفنجان واحد ديال الفينو. ايضا احتاجيت ملعقه ديال الملحه، وملعقه صغيره ديال السكر، والقبصه ديال خميره الخبز. وغادي نضيف الماء تدريجيا. خلطت النواشف مع بعض وضفت الماء. كما كتشوفوا هنا ضفت الماء غير من الروبيني، يعني الماء يكون بارد. دابا حنا في الفصل الصيف، شويه راه الحال شويه سخون، لهذا عجنت غير بالماء بارد. لكن الا كنتم في الفصل البرد يمكن لكم تدفيو شويه الماء، يكون احسن. غادي نعجن المسمن مزيان. كما كتشوفوا ضروري المسمن دلكوه مزيان حتى يطرطق لكم، عاد تعطيه وقته في الراحه. هاد المرحله مهمه جدا. وكما قلت لكم الفيديو شويه طويل، لكن راه الا تبعتوه غادي تستافدوا منه. بعد ما عجنت مزيان المسمن، غطيته بالسلوفان وغادي نخليه يرتاح على جنب. ضروري تخليوه يرتاح، يعني تعطوه وقته في الراحه. بعد ما خليته ارتاح ليا، دابا غادي نكورو الى كويرات صغيره. غادي نحتاج هنا الميزان، وضروري الميزان الاناء اللي كتوزنوا به دهنوه بشويه ديال الزيت باش ما يتلصقش فيه العجين. بالنسبه للكرات ديال المسمن، انا هنا المسمن غادي ندير المسمن شويه صغير، لهذا غادي نوزن الكرات ديال المسمن. كل كره درت فيها 70 غرام. نتوما يمكن لكم تنقصوا ويمكن لكم تزيدوا، نتوما والاختيار ديالكم. كما كتشوفوا الى هاد الكوتي وجدتوه للضيوف ديالكم، ضروري المسمن يعني يجيكم مقاد ويجيكم فحال فحال. احسن حاجه هو توزنوه. بعد ما كورت الكرات دهنتهم بشويه ديال الزيت، غادي نغطيه بالسلوفان وغادي نخليه يرتاح. ضروري تعطيه وقته في الراحه. دابا غادي نوجد معكم الخليط اللي غادي ندهن به المسمن. غادي نحتاج هنا جوج معالق كبار ونصف ديال الزبده. وضروري الزبده تكون لينه، تكون بدرجه الحراره المطبخ، يكون احسن. يمكن لكم تذوبوها او يمكن لكم ديروا في حالي، يعني تخليوها كريميه في حالي. ضفت كيس ديال الخميره الحلويات 7 غرام او 8 غرام. وايضا السميد، كنضيف السميد تدريجيا. هنا استعنت باليد ديالي باش الخليط يتخلط مزيان ويتجانس السميد مع الزبده، حتى تحسوا باللي ولا كريمي كما كتشوفوا. وغادي نحتاج ايضا الزيت اللي غادي نقرص او نسرح به المسمن. غادي نبدا نسرح معكم المسمن. كما كتشوفوا راه مين كتخليو المسمن الكرات ديال المسمن يرتاحوا، تعطيهم وقتهم في الراحه. على الاقل بعد ما تكوروا المسمن تخليوه يرتاح مده نصف ساعه، باش من يعني تسرحوه راه كيسهل معاكم. بعد ما سرحت العجين، وضروري العجينه ديال المسمن تسرحوها مزيان حتى يبان لكم سطح العمل. ومن بعد دهنتو بالخليط ما بين الزبده والسميد والخميره الحلويات كما كتشوفوا. وغادي نكمل معكم جميع الوحدات. بعد ما كملت معكم التسريحه ديال المسمن، دابا غادي نسرحوه ونطيبوه معكم. غادي نحتاج هنا المقله، وغادي ندهنها بشويه ديال الزيت،
وغادي نبدا نطيب معكم المسمن. وصدقوني هاد المسمن جا رائع جدا جدا وكيجي منفوخ وناجح 100%. وكما قلت لكم انا هاد النهار شاركت معكم الكوتي من جميع يعني من الاول حتى الاخير. يعني يمكن لك يا سيدتي توجدي الكوتي باقل الاثمنه ورخيص، ما غاديش يحتاج منك مجهود بزاف، وايضا ما غاديش يحتاج منك المكونات بزاف، وايضا ما غاديش يحتاج منك المصاريف بزاف. يعني اي حاجه عندك في الدار يمكن لك تحضري منه الكوتي الى جا عندك شي ضيف على غفله. وهذا الشيء اللي كان يعني اللي كيكون في الدار يمكن لك غير هذا الشيء اللي عندك في الدار توجدي منه الكوتي. بعد ما نطيبت معكم المسمن غادي نخليه على جنب. دابا غادي نوجد معكم البريوات. غادي نحتاج هنا الدجاج. بالنسبه للدجاج انا هذا الدجاج كان عندي في المجمد، جبدته وحطيته في الطنجره كما كتشوفوا. ضفت عليه حبه واحده ديال البصله يكون الحجم ديالها شويه كبير. بالنسبه للعطريه ضفت الخرقوم، السكينجبير، الفلفل الاسود، التحميره، وايضا العطريه ديال البسطيله والملحه، وايضا ضفت الثومه، وايضا ضفت البنه، ضمت البنه ديال زعفران شعره كما كتشوفوا. وايضا ضفت الزيت المائده وشويه ديال زيت الزيتون كما كتشوفوا. غادي نحط الطنجره على النار، وايضا ضفت شويه ديال البقدونس. وضروري البقدونس الا عندكم تريكون احسن، الا ما عندكمش يمكن لكم ديروا ديال المجمد. غادي نخلي الدجاج يتشحر ليا مع العطريه باش تدخل فيه هذيك العطريه. هنا ما خليتوش بزاف يتشحر ليا، خليته غير شويه لحقاش انا غادي ندير له الصفاره، يعني غادي نطيبو في الكوكوت باش بسرعه يطيب معايا ما ياخدش ليا الوقت. كما كتشوفوا ضفت الماء، والماء ضروري يكون غليان. بعد ما ضفت الماء غادي نقفل عليها وندير لها الصفاره. نحسب بعد ما تصفر ليا الكوكوت نحسب 15 دقيقه. بعد ما حسبت 15 دقيقه كما كتشوفوا فتحت عليها. ودابا غادي نهز الدجاج. بالنسبه للدجاج ديروا يعني الدجاج ديروا يمكن لكم ديروا غير الصدر الدجاج او ديروا كامل نتوما والاختيار ديالكم. بعد ما هزيت الدجاج دابا غادي نخلي المرق يطيب ليا. غادي نضيف عليه ملعقه ديال العسل. الا ما عندكمش العسل يمكن لكم ديروا السكر. وايضا نضيف شويه ديال القرفه ما يعادل نصف ملعقه ديال القرفه. وغادي نخلي المرق حتى يتعسل ليا ولي ليا دغميره، يعني يدغمر ليا حتى يتعسل ليا حتى يدغمر ليا المرق، يعني يبقى فيه غير الزيت. غادي نحتاج هنا ايضا الشعريه الصينيه اللي غادي نفزقها في الماء يكون غليان. غادي نخليها على جنب. غادي نرجع للدجاج بعد ما برد ليا شويه. غادي نفرتتو كما كتشوفوا، نقلع منه العظام. بالنسبه للبريوات او البسطيلات الا ما عندكمش الدجاج يمكن لكم تعوضوهم بالسمك او اي حشوه يمكن لكم تحشيو بها البريوات. ماشي ضروري ديروا الدجاج. يعني انا هاد الشيء كامل راه كان عندي غير في الثلاجه، استغليته وخدمت به. اي حاجه كتكون عندكم في الثلاجه يمكن لكم تستغلوها وتخدموا بها وتحضروا منها البسطيلات والبريوات. المهم ماشي ضروري. كما قلت لكم هذا الكوتي اراه باقل الاثمنه وبسيط بزاف وسهل بزاف، ما غاديش يحتاج منك مجهود بزاف وايضا التكاليف بزاف. بعد ما دغمرات ليا الدغميره كما كتشوفوا حتى تعسلات، بعد ما يعني كيبان فيها الزيت طفيت عليها ومباشره ضفت الدجاج وايضا الشعريه الصينيه بعد ما صفيتها من الماء. وغادي نحط الحشوه في اناء. بعد ما حطيته في الاناء حطيته في الصفايه، يعني الحشوه حطيتها في الصفايه وتصفت ليا من هذاك المرق. وهذاك المرق هو اللي غادي ندهن به الورقه ديال البسطيله. ضروري يعني الحشوه ديال البريوات تصفيوها من الزيت احسن، يعني من هذاك المرق. وهذاك الزيت اللي كيتبقى هو اللي دهنوا به الورقه. بالنسبه لهذاك الزيت انا ضفت عليه شويه ديال الزيت اللي كنت رقدتها في التحميره وصفيتها وضفتها على هذاك المرق ديال الدجاج.
دابا غادي نحتاج هنا الورقه اللي قطعتها. كما كتشوفوا الورقه ضروري تكون طريه يكون احسن. قطعتها الى شرائط. دابا غادي نحشي معكم الحشوه بعد ما خليتها بردت مزيان. ضروري الحشوه تخليوها تبرد مزيان مزيان، تعطيوها وقتها في البروده. وضروري الورقه الجهه الحرشه الفوق والجهه المسا لتحت، عفوا الجهه المسا لتحت والجهه الحرشه الفوق. يعني الجهه الحرشه هي اللي كتحشيو فيها الحشوه. دابا غادي نبدا نحشي معكم. بالنسبه للحجم ديال البريوات انا درت الحجم المتوسط، ما درتش الحجم الكبير. نتوما يمكن لكم ديروهم كبارين او صغارين على هادو، نتوما والاختيار ديالكم. غادي نحشي كما كتشوفوا ونطوي على شكل مثلث. راه ساهلين في الطوي، وكما قلت لكم هذا الفيديو الخاص للمبتدئات. واخا شويه طويل ما تركزوش على الدقائق ديال الفيديو، ركزوا على المحتوى ديال الفيديو باش تستفدوا منه. دابا غادي نوجد معكم البسطيلات. غادي نحتاج هاد المول ديال الميني كيك. الا عندكم هاد المول الحجم الصغير يكون احسن، راه هذا غادي يساعدكم بزاف. الا ما عندكمش يمكن لكم تستعملوا اي غطايه ديال القرعه زجاجيه. غادي ندهن بشويه ديال الزيت كما كتشوفوا، وغادي نبدا نحشي معكم. وهاد البسطيلات انا درتهم صغارين، نتوما يمكن لكم ديروهم كبارين، نتوما والاختيار ديالكم. غادي نقطع الزوائد اللي كتبقى من الورقه، وغادي نحتاج ايضا الورقه الثانيه كما كتشوفوا. وغادي نقفل يعني نبلع بالزيت. ماشي ضروري ديروا البيض، راه غير بالزيت راه غادي تلصق لكم الورقه من كتكون طريه. الورقه من كتكون طريه وكتكون رقيقه راه بلا ما تحتاجوا للبيض او الدقيق باش تلصق لكم، راه غير بهذاك الزيت اللي كدهنوا بها الورقه يمكن لكم تبلعوا بها يعني البسطيله، يعني تبلعوا بها الورقه. غادي نعاود معكم وحده اخرى كما كتشوفوا. غادي نسدها وغادي نقطع الزوائد اللي كتبقى ليا في الورقه. وايضا غادي ناخذ الورقه اخرى وغادي نغطيها المره الثانيه كما كتشوفوا معايا. راه الفيديو كيوضح لكم كل شيء. وغادي نبدا نلصق كما قلت لكم. راني هنا لصقت غير بالزيت من كتكون الورقه طريه ورقيقه بلا ما تحتاجوا للدقيق. غادي نخليهم على جنب يعني شويه نشفوا ليا، ومن بعد حطيتهم في صينيه الفرن ودهنتهم بهذاك الزيت ودخلتهم الفرن على درجه الحراره 180 درجه من الفوق ومن التحت. ضروري الفرن تخليوه يسخن قبل على الاقل ب10 دقائق. بعد ما يسخن مزيان تدخلوا صينيه الفرن، تنقصوا الحراره الى 180 وتخليوهم يطيبوا حتى يعني حتى يولي لكم مقرمشين. دابا غادي نوجد معكم الميني كيك. غادي نحتاج هنا هاد المولات الحجم الصغير اللي دهنتهم بالزبده ورشيت عليهم شويه ديال الدقيق، هما الاول اللي تسبقوا وغادي نخليهم على جنب. وغادي نوجد معكم الكيكه. غادي نحتاج هنا حبه واحده ديال البيض، نصف كاس ديال السكر، نصف كاس ديال الزيت، ونصف كاس ديال الحليب. وغادي نخلط المكونات مع بعضها. وايضا ضفت الكيس ديال السكر الفاني، وغادي نضيف هنا واحد نصف كاس الماء يكون غليان. هذا اختياري، يمكن لكم تضيفوه يمكن لكم ما تضيفوش. وايضا يعني بعد ما ضفت جميع المكونات خلط مزيان بالطراب الكهربائي، وضفت الدقيق والكيس ديال خميره الحلويات. بالنسبه للدقيق على حسب الخليط كما كتشوفوا، انا هنا كنضيف تدريجيا الدقيق باش نتحكم في القوام ديال الخليط. والخليط خصو ما يكونش قاصح بزاف، يكون شويه مرخوف باش الكيكات يجيكم خفافين. بالنسبه للفرن انا سبق لي وشعلت الفرن على درجه الحراره في الاول ماكسيمو
ومن بعد ما تدخلوا الكيكه تيتيبو، تنقصوا الحراره الى 180 وتخليهم يتيبوا من التحت ومن الفوق. راه هاد الكيكات راه كيكونوا خفافين وبسرعه كيتيبوا، يعني 10 دقائق يتيبوا لكم، اقل من 10 دقائق كيتيبوا. كما كتشوفوا غادي نكب الخليط في المولات. كل المول كندير فيه ملعقه ديال الخليط كما كتشوفوا معايا او القوالب. غادي ناخد هنا العود ديال الخشب وغادي نخلط به باش يجيني مقادين، وغادي نطيبهم. كما قلت لكم الحراره بسرعه كيطيبوا ما بين 180 حتى ل 200 درجه، من الفوق ومن التحت حتى يتحمروا لكم. كما كتشوفوا بعد ما تحمروا ليا خرجتهم وخليتهم بردوا ليا. ضروري تعطيه وقتهم في البروده باش بسرعه يتقلعوا لكم القوالب. دابا غادي نزينهم. غادي نحتاج هنا المربى ديال المشماش، نتوما اختاروا اي مربى كيعجبكم. وايضا احتاجيت الحبيبات ديال الشوكولا، غادي ندهنهم كاملين كما كتشوفوا. وايضا غادي نحتاج هنا ايضا الفول السوداني او الكاوكاو المهرمش اللي حمرته شويه كما كتشوفوا كنزين به. نتوما يمكن لكم ديروا غير حبيبات الشوكولا او الفيرميسيل بلا ما ديروا يعني الكاوكاو المهرمش، نتوما والاختيار ديالكم. بالنسبه ليا انا نوعت هاد الشيء كامل، راه كان عندي في الدار، يعني راه كان عندي غير في الدار، ما خرجتش المحل باش نجيبه، كان عندي غير في الدار واستعملته، يعني نوعت به. غادي نكمل معكم تزيين جميع الوحدات ديال الميني كيك ونخليهم على جنب. دابا غادي نوجد معكم البريوش اللي غادي نحتاج فيه كأس ديال الحليب يكون دافي، وكأس ديال الماء يكون دافي، وثلاثة د المعالق ديال السكر، وملعقة كبيرة ديال الخميرة الخبز. غادي نخلط المكونات مع بعضها مزيان، وايضا غادي نضيف 3 د المعالق ديال الدقيق، وغادي نخلط مزيان وغادي نغطي عليه ونخلي الخميرة تتفاعل مع الحليب والسكر. ضروري هاد المرحلة على الأقل واحد ربع ساعة. إلا كان الحال دافي، إلا كان الحال بارد تخليوه حتى نصف ساعة. مهم حتى يتفاعل لكم الخميرة تتفاعل مع الحليب، ضروري هاد المرحلة. غادي نخليه، انا خليته هنا كان الحال شويه سخون، خليته غير ربع ساعه بعد ما تفاعلت ليا الخميره كما كتشوفوا. نتمنى ديروا هاد المرحله باش يجيكم بريوش، يجيكم خفيف ما يجيكمش معجن. بعد ما تفاعلت ليا الخميره غادي نضيف حبه ديال البيض ونصف كأس ديال الزيت، وايضا 2 معالق كبارين ديال الزبده الذائبه. غادي نخلط مزيان كما كتشوفوا، وغادي نضيف الدقيق. بالنسبه لهاد الخليط ديال البريوش راه ما كيكونش قاصح بزاف، راه تكون العجينه ديالو فحال العجينه ديال السفنج، يعني العجينه ديالو كتكون شويه مرخوفه وكتكون كتلصق في اليد. الا بغيتو البريوش ينجح معكم ضروري العجينه ديال البريوش كتكون شويه مرخوفه. في الاول انا استعنت بالخلاط اليدوي كما كتشوفوا، كنت كنخلط. بعد ما حسيت باللي العجينه يعني بدات يعني تقصح شويه، استعنت باليد ديالي باش نتحكم في القوام ديال العجين. وضروري العجينه كتكون كتلصق في اليد وكتكون مرخوفه. كما كتشوفوا هنا انا ما كنعجنوش، غير كنجمع العجين وصافي، كنجمع غير بالاصابع ديالي، ما كتحتاج الدال. كما قلت لكم هاد العجينه فحال العجينه ديال السفنج كما كتشوفوا معايا، راني كنشارك معكم جميع المراحل. وضروري لهاد العجينه ضروري تكون كتلصق في اليد وكتكون مرخوفه، ما كتكونش قاصحه. راه الا درتوها قاصحه راه البريوش غادي يجيكم فيه البابه بزاف كما كتشوفوا.
هذا هو القوام ديال العجينه ديال البريوش. يعني القوام ديالها كيكون فحال القوام ديال السفنج. دابا غادي ندهنو بشويه ديال الزيت وغادي نغطي عليه وغادي نخليه يتخمر حتى يضاعف الحجم ديالو مزيان. هاد المرحله مهمه. غادي نغطي عليه بالسلوفان وغادي نخليه يتخمر حتى يضاعف الحجم ديالو. دابا غادي نوجد معكم الحشوه اللي غادي نحشي به البريوش. غادي نحشيها بالكريم باتيسري. نتوما الا عندكم الشوكولات ديال الدهن يمكن لكم تستعملوا الشوكولا ديال الدهن اللي كندهنوا به الخبز، لكن انا غادي نستعمل هنا غادي نحشي البريوش نحشيه بالكريم باتيسري. الا ما عندكمش لا الشوكولا ديال الدهن ولا الكريم باتيسري يمكن لكم تخليهم غير هكا عاديين بلا ما تحشيهم بوالو. لكن انا كريم باتيسري راه كان عندي في الدار والحليب كان عندي في الدار، قلت علاش لا ما نستغلوش ونحشي به البريوش. احتاجيت هنا 3 المعالق ديال الكاستر او الكريم باتيسري وايضا 3 المعالق ديال السكر. بعد ما خلطت مزيان حطيت الكسرونه على النار وخليت الخليط حتى تعقد ليا كما كتشوفوا، وغادي نخليه يبرد مزيان. ضروري تعطيه وقته في البروده. من كتخليوه يدفى ليكم في المطبخ تدخلوه للثلاجه، تغطيوه بالسلوفان تدخلوه للثلاجه وتخليوه يكمل البروده ديالو. غادي نرجع للعجين بعد ما تخمرت ليا وضعف الحجم ديالها مزيان كما كتشوفوا. خرجت منه الهواء. بالنسبه لهاد العجينه ما تستعملوش هنا الدقيق، استعملوا الزيت، يعني استعانه بالزيت. كما قلت لكم هاد العجينه فحال العجينه ديال السفنج، يعني هنا ما تستعملوش كاع الدقيق، تستعملوا غير الزيت. دهنوا يدكم بشويه ديال الزيت كما كتشوفوا. وغادي ناخذ الكويرات. بالنسبه لي انا غادي نوزنهم باش يجيوني مقادين. كل وحده درت فيها 55 غرام في الوزن ديالها. نتوما يمكن لكم توزنوهم ولا يمكن لكم عينكم ميزانكم وديروهم اقل او اكثر يعني في الحجم ديالهم، نتوما والاختيار ديالكم. كما كتشوفوا كنستعن بالزيت، وضروري تستعنوا بالزيت. راه هاد العجينه راه كتلصق في اليد كما قلت لكم. وغادي نعاود الهضره. هاد العجينه فحال العجينه ديال السفنج. بعد ما كورتهم مباشره غادي نسرحهم شويه كما كتشوفوا واستعانه بالزيت. هنا ما احتاجيتش الدقيق. وغادي نحشيهم بالكريم باتيسري بعد ما بردت مزيان. ضروري تخليوها تبرد مزيان كما قلت لكم. ضروري هاد المرحله هي تسبقوها قبل ما تخدموا بريوش. الاول تسبقوا الكريمه، يعني هي الاولى عاد تبداو تخدموا البريوش. يعني تبداو تعجنوا البريوش الاول تسبقوا الكريمه باش تخليوها تبرد مزيان. غادي نحشيه كامل كما كتشوفوا وغادي يعني نلصق العجين مع بعضه كما كتشوفوا. شويه غير نسرحوا غير شويه ونحشي فيه الكريمه وكنلصق العجين مع بعضه كما كتشوفوا راه كيتلصق غير بوحدو. بعد ما نكملو غادي نخليه يتخمر. بعد ما تخمر ليا البريوش كما كتشوفوا غادي ندهنوه بالاصفر البيض. انا سبق لي وشعلت الفرن على درجه الحراره في الاول ماكسيموم. في الاول تخليوه ماكسيموم شاعل من الفوق ومن التحت. بعد ما تدخلوا البريوش يطيبوا تخليو الحراره هكذا مرتفعه مده 3 دقائق. بعد ما تحسوا به باللي البريوش بدا كيتنفخ وشاد راسو تنقصوا الحراره الى 180 وتخليوه يتكمل الطياب ديالو. في الاول الحراره تخليوها مرتفعه باش البريوش يتنفخ ليكم. وبعدها تنقصوا الحراره الى 180 درجه تخليوه يتكمل الطياب ديالو. بالنسبه للتزيين انا غادي نزين هنا بالكاوكاو ايفيلي. نتوما زينوا باي حاجه عندكم. الا عندكم جلنجلان يمكن لكم تزينوا غير بجلنجلان كما كتشوفوا. بعد ما دخلتو وطاب ليا مباشره بعد ما برد ليا شويه، ضروري تخليوه شويه يبرد. تزينوه بالسكر كلاصي كما كتشوفوا. ترشوا عليه شويه ديال السكر كلاصي اختياري. يمكن لكم ديروا هذه المرحله يمكن لكم ما ديروهاش. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الطاوله الكوتي. نتمنى يعجبكم الفيديو وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم. نتمنى هذا الفيديو يكون خفيف وظريف عليكم. وهذا الكوتي كما قلت لكم راه بسيط بزاف، ما احتاجش التكاليف بزاف وخاصه المبتدئات. شكرا على الحسن المتابعه والى فيديو اخر ان شاء الله.